السلام عليكم عشاق كرة القدم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا المباراة ديال ريال وفياريال. البرنابيو اللي كان عامر، كل واحد فيهم كيتنفس بحماس والعيون مركزة على الملعب. كل كرة تدور بسرعة وكل تمريرة تقدر تغير ماتش كامل. فينيسيوس ومبابي مستعدين يوريونا المهارة ديالهم على فياريال، والليلة غادي تكون مليئة بالاهداف واللحظات اللي ما كتنساش. الشوط الاول كلازيناه من الدوري المغربي، الشوط الثاني جاب معاه الاطار الحقيقية، وكل لحظة غادي تزيد الحماس في المدرجات. الليله في مدريد ما كانتش عاديه. البرنابيو اللي كانت شعله فيه العافيه والجماهير واقف والعيون مقابله فينيسيوس ومبابي بحال جوج وحوش طالعين من الرماد. والشوط الاول كيف ما قلت لكم جاي من البطوله، فيه فرص قليله والريتم ثقيل، ولكن غير مع الصافره ديال الشوط الثاني تغير كل شيء. السيناريو كامل تقلب. فينيسيوس شد كره في الجهه اليسرى، دار مراوغه اللي زوينه، سدد كره بقوه وتصدى لها المدافع، لكن رجعت للشباك والملعب تهز وفينيسيوس كيدور كيسبع. الريال اللي ضرب البيت الاول والجمهور رجع من الموت من بعد ما داز دقيقه على البيت ديال فينيسيوس. فيني نفسه اللي طاح في منطقه الجزاء وصفر الحكم بيلانتي، وقدر فينيسيوس ياخذ كره ووقف قدام الحارس ونفذ بيلانتي بثقه كبيره وضرب الثنائيه. والبرنابيو اللي ولا شاعل فيه البركان، ولكن فياريال ما جاوش باش يتفرجوا. وميكا تاودر اللي صوب قنبوله وجابها حتى البرنابيو وشير بها على كورتوا في الدقيقه 73. الريال بدا كيتخلع وتوتر بزاف، والمدرجات كتحس بالانفاس كتقد. في الدقيقه 77 مورينيو دار خطا كبير على فينيسيوس، والحكم اللي ما تسامحش معاه وجبد ليه بطاقه حمراء. ومن تما الريال ولا كيتنفس بحريه، والضغط تبدل كله على فياريال، وهما اللي كانوا ضاغطين ولاو مضغوط عليهم. وها هو مبابي كيدير الحركه الخاصه ديالو، تمريره سحريه من ابراهيم دياز. مبابي سبق المدافع واجه الحارس فاس فاس وضربها للشبكه، والفيرنافيو شعل مره اخرى، والنتيجه اللي تحولت 3-1 اللي سجل فينيسيوس 2 ومبابي 1، وميكو تاودر اللي سجل هدف الشرف لفياريال. والريال اللي طلع للصداره ب 21 نقطه وكيصيفط ميساج لكاع المنافسين اللي فيه حنا الريال ماشي فارغ، حنا التاريخ كامل. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تخلي خوك واحد ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد.